أهلا بكم. أنا دكتورة آية عسل، طبيبة الأطفال وحديث الولادة، والنهاردة هكلمكم عن جدول التطعيمات الإجبارية في مصر من أول يوم في عمر الطفل بعد الولادة لحد تطعيم السنة ونص. أول حاجة، التطعيمات بتبدأ من أول يوم في عمر الطفل. أول ما الطفل بيتولد أول يوم بياخد الجرعة الصفرية من التهاب الكبد الوبائي باء. لو انت والدة في مستشفى حكومي هم هناك بيوفروه، وأول ما الطفل بيتولد بنديه على طول مع حقنة فيتامين ك قبل ما نسلمه للأهل. إنما لو انت والدة في مركز خاص بره، قدامك 24 ساعة تتوجهي لأقرب مكتب صحة أو وحدة صحية ليكي ياخد فيهم الجرعة الصفرية دي، وبتكون عبارة عن حقن عضل بتتاخد في عضلة الفخذ الأمامي. بعد كده يجي تطعيم الضرر، حقنة داخل الجلد في أعلى الدراع الشمال، ودي اللي بتعمل علامة مميزة في الدراع. بعد كده ممكن تتاخد أي يوم في أول شهر، بس في الأغلب بيدوها للطفل مع سحب عينة كعب الرجل، وده بيكون في أول أسبوع من عمر الطفل. وإن شاء الله أكلمكم عن عينة كعب الرجل في فيديو تاني، وده لأنه تحليل منفصل مش تطعيم. يبقى كده حقنة التهاب الكبد الوبائي باء اللي بتتاخد في أول 24 ساعة في عضلة الفخذ، وحقنة الضرن اللي بتتاخد في أول أسبوع تحت الجلد في الدراع الأيسر وبتسيب علامة مميزة فيه. بعد كده يجي تطعيم الشهرين والأربع شهور والست شهور. التطعيم الطفل بياخده عند تمام الشهرين، وهو نفسه بيكرره عند 4 و6 شهور، وده بيكون عبارة عن حقنتين ونقط بالفم. حقنة في عضلة الفخذ اليمين فيها تطعيم الخماسي، واللي بيقي الطفل من 5 أمراض خطيرة، وهما التهاب الكبد الوبائي باء، الإنفلونزا البكتيرية، السعال الديكي، الديفتيريا، التيتانوس. وحقنة في عضلة الفخذ الشمال ونقط بالفم، والاتنين دول ضد شلل الأطفال. يعني شلل الأطفال هنا بيطعم بطريقتين، حقنة في الفخذ الشمال ونقط في الفم. بعد كده يجي تطعيم ال9 شهور، وده عبارة عن نقط بالفم فقط ضد تطعيم شلل الأطفال. بعد تطعيم ال9 شهور في تطعيم السنة والسنة ونص. عند تمام السنة بياخد حقنة في دراعه اليمين تحت الجلد ونقط بالفم. الحقنة فيها تطعيم بيحمي الطفل من 3 أمراض فيروسية خطيرة، وهما الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. والنقط ضد شلل الأطفال نقطتين بالفم. عند تمام السنة ونص بنجمع كل التطعيمات اللي فاتت وياخدهم تاني كجرعة تنشيطية، عبارة عن حقنتين ونقط بالفم. بياخد حقنة في الفخذ الشمال، ودي فيها جزء من التطعيم اللي أخدهم في الشهرين والأربعة والستة، بيكون فيها ثلاثي الديفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس. وحقنة في الدراع اليمين، ودي اللي بتحمي الطفل من الثلاثي الفيروسي اللي سبق وأخدها عند سن سنة. عشان كده بيكون تطعيم السنة ونص ده أصعبهم. في أمهات كتير بتشتكي إنه بيوقف رجل الطفل بال3 أيام ويورمها، بس كل ده عادي وطبيعي عشان هو تجميع الأغلب التطعيمات اللي الطفل أخدها قبل كده. لو عندك أي استفسار اكتبيه في الكومنتات وهجاوبك إن شاء الله. وما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة عشان توصلك فيديوهات تانية عن صحة الأطفال.